السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، النهاردة فيديو مميز، فيديو تحفة. ده بقى ان شاء الله هيطلع ترند، ده اللي هيجيب اخر القناة وهيفعلها بإذن الله. املي في ربنا ثم فيكم ان شاء الله هتشوفوا احلى طريقه محشي كرنب باسهل الطرق وابسط الطرق، وهقول لكم وهعلمكم تنقوا الكرنبايه ازاي وتختاروا الكرنبايه الحلوه ازاي اللي تقطع معاكم ورق. لازم الكرنبايه تبقى مدوره كده زي ما انتم شايفين، وتدوسي عليها تبقى طريه، ما تبقاش ناشفه ومحجره. ماشي، الورقه بتاعتها من بره تبقى خضره زي ما انتم شايفين كده، ما تبقاش صفرة يعني منديه، يعني بايظه، يعني تيجي تعمليها وتسويها هتلاقيها بتشد معاكي مهما تسويها. فاحلى كرنبايه الكرنبايه البلدي اللي انتم زي ما انتم شايفينها كده مدوره وخضره ومهويه شويه اهو، تخبطوا عليها تلاقوها مهويه. بسم الله ما شاء الله تحفه. الخضره بتاعتها كزبره وشبت بس، انا ما بحطش بقدونس يا جماعه للمحشي، ما بحطش بقدونس لاي محشي، ولا ورق عنب ولا محشي بتنجان وفلفل، لا، شبت وكزبره خضراء. ماشي حبايبي اهو. وهنعمل كباب حله اللي هو اليخني اللي احنا بنعمله دايما معتمدينه مش معتمدونه دايما بغلط. فكالعاده نسيت اطلع اللحمه، فاللحمه مجمده فما احنا مش هنقف عليها. هغليها في ميه زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في ميه تغلي وتفك، اكون مخرطه البصل اروح رميها عليها، بس بعد ما تغلي وتفك خالص ارمي ميتها واشطفها، احط لها حبه زيت او حبه سمنه اللي عندك حطيه، اخرط البصل تخريطه كبيره وانزل البصل معاه. فانا دلوقتي هقور الكرنبايه وهعلق على الميه تغلي تحت الكرنبايه وهرجع لكم. ماشي حبايبي؟ بصوا حبايبي، غلينا اللحمه غلوه كده اهي، هرمي بقى ميتها وارجع احط عليها البصل وشويه زيت. شوحنا اللحمه يا حبايب قلب ام يوسف اهو زي ما انتم شايفين كده. قطعت 4 بصلات، اي تقطيع، 4 بصلات كبار، اي تقطيع بصوا تقطع كبير هيتهري مع اللحمه. هننزل على اللحمه كده، البصل ناي وبرده نشوحه مع اللحمه اهو. هنسيبه بقى ياخد لون مع اللحمه كده. نحط حبه فلفل اسود، حبه ملح زي ما قلت لكم. بتستوي، ما تقولوش مش هتستوي، لا، فراخ لحمه بط اي حاجه هتستوي، طعامي الحاجه. ماشي، ما تقوليش لا مش هتستوي، ما تستوي حط لها الملح ولا كنك ولا تحسي بطعمها، تحسي بتاكلي حاجه مسخه. لازم الملح يتحط في الاول يا جماعه اهو. ماشي، وهنغطي ونسيبها بقى تاخد ايه وضعها. هنا حطيت ملح مع الميه، هحط حبه كمون. هنا حطيت كمون وملح في ميه السليق. انتوا عارفين الكمون بيمنع الغازات وبيمنع الانتفاخ، لان احنا لما بناكل كرنب بطننا بتتنفخ، فاحنا نمنع ان بطننا تتنفخ. ولا جه هنا الشرمبايه اهي جورتها من جوه اهي. عندك حله تشيلها حطيها، ما عندكيش زي كده بفرجها نحطها ورق وجره ونسلوجها ولا ايه اهو. اهم حاجه ما تهريش الكرنبايه، يعني ما تزوديش السليق. بصوا يعني يا دوبك الورقه تنزل تطلع. ليه بقى؟ لان الكرنب ما بياخدش سوا الايام دي من كتر الكيماويات والحاجات اللي بيحطوها للزرع. الكرنب ما بياخدش سوا، وده كرنب بلدي مش بط. البط بيستحمل شويه اهو. بصوا لسه حطاهم تروحي قلبها من الناحيه التانيه كده. وبعد ما تطلعيه تنزلي عليهم ميه ساقعه على طول، يعني ما تسيبهمش عبال ما تسلقي كله وبعد كده تحطيهم في الطبق وهم سخنين كده بيستوي تاني. لا، طلعيهم في الطبق او في مصفى ونزلي عليهم الميه ساقعه زي ما انا هعمل كده اهو. ماشي حبايبي؟ بصوا اهو اهو. ماشي، عبال ما نسلق تاني نحط بقى الميه الساقعه، نسيب الميه الساقعه كده عليه وناخد طبق تاني نسلق تاني. ماشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
لغايه ما اصغرها خالص وبعد كده احطها على بعضها. هي مش هتاخد نص كيلو رز على فكره، لان صغيره فاضيه من جوه. كل الكرنب فاضي من جوه دلوقتي، مفيش كرنبايه عليها العين. بس يلا مش مشكله، دقيقه صغيره على قدنا وبألف هنا وشفا اللي هينوبوا حاجه، عشان في حد عندي مش بياكله برضه، يعني مش كله هياكل. وزودت شويه ميه زي ما انتم شايفين كده. نروح قلبين بقى الناحيه التانيه. اهو يا حبايبي ماشي. اسلقها بقى كلها، دي انا وريتكم الفكره، اسلقها كلها وارجع لكم. كده خلصنا الكرنبايه اهي زي ما انتم شايفين. نزلت عليها ميه ساقعه وحطيتها في المصفى وهنقعد نقطعها. وهنا خرطت 3 بصلات، بحب اخرط البصل بتاع المحشي على ايديا زي ما انتم شايفين كده. هنسبك للمحشي. عندي نص كيلو طماطم او اكتر من نص شويه، اضربه في الخلاط. وده الزيت اهو، كتري زيت زي ما انت عايزه يا حلاوه. النهارده يوم ايه؟ فري، مش يوم دايت. انا حطينا بتاع ربع كوبايه، مش كتير والله. وهنا اللحمه شغاله ما شاء الله اهي. بصوا اتشوحت تشويحه حلوه. ريحه البصل مع الفلفل الاسود مع الملح مدي ريحه خيال. هننزل عليها بقى كوبايتين ميه سخنه، طماطمتين وجزرايه اهي. وكل ما تعوز ميه نحط لها. اهم حاجه الميه وانت بتحطيها مغليه، مش ميه من الحنفيه، عشان ما توقفيش سوى الايه اللحمه. هنا البصل اهو. هنضرب بقى الطماطم في الخلاط. ضربنا الطماطم في الخلاط اهي زي ما انتم شايفين. وهنحط برده معلقتين صلصه اهو. البصل كده حلو قوي، ما بحبش احمره قوي بصراحه، يا دوبك ياخد لون عشان ينزل الصفاره بتاعته في الايه، في التسبيكه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. سبك بقى تسبيكه حلوه اهو. اسرع محشي. بصوا ما بياخدش في ايديا حاجه، ما شاء الله يعني. قطعت جزرايه على اللحمه وطماطمتين. نحط لها نص معلقه سكر صغيره ونص معلقه لتسبيكه المحشي. ماشي يا حبايبي. ونقلبها كده، وكل ما تعوز ميه نحط لها لغايه ما تستوي اهي. ما شاء الله ما شاء الله، الريحه خيال خيال يا جماعه اهو. هخرط الخضره، غسلتها هخرطها وارجع لكم. بصوا كده التسبيكه اتسبكت، وانا حاسه اني مش محتاجه صلصه لان الكرنبايه مش قطع ورق كتير. هنحط لها بس ايه، معلقه هريسه من الهريسه اللي انا مخزناها ماشي اهي. منها تحمروا ومنها تشطشطوا، مش عارفه اهو. حطيت معلقه كبيره هريسه. الفلفل الاحمر اللي انا بحبه وبعشقه في كل حاجه ده. وهنقلبه كده. التسبيكه اتسبكت تحفه. عندي كوبايتين رز هغسلهم وارجع لكم اهو. ماشي كده غسلت الرز. هننزل بالرز على التسبيكه ماشي يا حبايبي. ونقلب الرز شويه مع الطماطم. حاطه ملح وفلفل وحاطه سكر وحاطه معلقه هريسه وحطيت حبه كمون. بصراحه اول مره احط كمون في المحشي، بس حطيت بقى. في المحشي الكرنب لازم كمون بس مش كتير، يعني حاطه بتاع ربع معلقه بس. يتشوح الرز شويه وننزل بالايه، بالخضره. الخضره تنزلي بيها لما تيجي تدفع الرز. حطيت نص معلقه ملح تاني، لقيتها عدمه شويه. مش قادره اوصف لكم طعم الخلطه ايه والله يا جماعه. تحفه 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 بدون مبالغه. هنحط الخضره ونقلبها. معلقه الهريسه موديها في حته تاني خالص. قلبناها تقليبه حلوه اهي. الخضره كتير ما شاء الله، والكزبره مديه ريحه خيال يا جماعه خيال. احلى تسبيكه من ايد ام يوسف. واسرع محشي انا بعمله. بسم الله ما شاء الله يعني. خرجت الورق
ما شاء الله الكاميرا ظلمه التسبيكه دي حمرا عن كده. قطعت الورق اهو زي ما انتم شايفين كده، قطعته صغير كده. هحشي واوريكم على طبق، وبعدين انا بحشي على ايديا زي ما قلت لكم قبل كده. ماشي، هحضر الحله اللي هنحشي فيها وارجع لكم. بصوا حبايب قلبي، حطيت العروش اللي طلعت من الكرنبايه. عايزه تحطي طماطم وطرنشات بصل حطي، مفيش مشكله. وحطيت ملح وفلفل وحبه زيت ومعلقه هريسه. انت عايزه تحطي سمنه حطي، مفيش مشكله. انا هسقي بميه، ما عنديش شوربه. عندك شوربه اسقي بشوربه، عندك ميه اغلي بميه، سويه بميه مغليه، هيبقى تحفه. مش فارق شوربه من ميه، وبيبقى طعمه جميل قوي. التفاصيل دي بتفرق كتير. معلقه الهريسه هتوديهولكوا في حته تاني للناس اللي بتحب السبايسي. الناس اللي ما بتحبش السبايسي ممكن يحطوا ايه، فلفل رومي مع البصل، يفرموه مع البصل ويحطوه. بصوا حطينا الخضره، الخلطه كده وفردناها زي ورق العنب، وهنلم كده اهو اهو، وتلمي من الجنب برضو كده اهو، تقفليه من جنب واحد اهو، اسهل من ورق العنب. ماشي، زي ما قلت لكم انا بحشي على ايديا، ما بحشيش كده في الطبق، بس انا عشان بوريكم اهو. تفرز لي الرز اهو اهو، لو ورقه صغيره ما تقفلهاش مفيش مشكله، هو الكرنب ما بيفكش. ماشي حبايبي، اوريكم واحد تاني وبعد كده بقى اسيبكم اكمل الحله وارجع لكم، عشان الفيديو ما طولش اكتر من كده. هو طول بس هتستفادوا احلى محشي واطعم محشي واسرع محشي. انا بعمله بحشيه في 10 دقايق. انا لو لاقيه حد يصورني وانا بشتغل هتشوفوا انا بحشي الصباع ما بياخدش في ايدي ثانيه. عارفين الثانيه؟ ثانيه على ايديا اهو. بصوا اهو يا حبايب قلبي اهو. الناس كمان اللي ما بتعرفش تحشي ممكن تحشي على الطبق زي ما انا بحشي كده اهو. ورصصي بقى في الحله اي ترصيصه انت عايزاها، بس خلي الحته الايه المفتوحه اللي من تحت دي من تحت، خليها من تحت في الحله من تحت كده. ماشي، هكمل الكميه وارجع لكم. بسم الله ما شاء الله. بصوا ملت حله اهي ما شاء الله، بس حله كبيره وما شاء الله. فات شويه رز هنسويهم او نعملهم في نص كيلو كوسه. دلوقتي هنعلق على حله المحشي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط لها ميه مغليه من الكتل عشان نخلي الميه تبان منها زي ما قلت لكم قبل كده. بصوا، ولو عايز التاني نحط لها بس كده اهي. طبعا حاطين من تحت ملح ومحيقين وكله اهو. تاخد غلوتين 3 ونوطي عليها. ماشي حبايبي، اللحمه شغاله اهي. كل ما بنعوز ميه بنحط لها، لسه ما استوتش، قدامها بتاع نص ساعه كمان. غليت كده ربع ساعه، وطينا عليها زي الشمعة زي ما انتم شايفين كده. هتاخد لها بتاع نص ساعة كمان. ماشي حبايبي، وهنا اللحمة شغالة اهي. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة، بس هي لسه برضه قدامها شوية، يعني بتاع ربع ساعة. بألف هنا وشفا حبايب قلبي. المحشي كده استوى بسم الله ما شاء الله، تحفة. عايز الأكلين بقى. بصوا طلعت صابع لقيته زبده والمحشي يعني كل حاجه فيه مظبوطه، الملح، التوابل، الصلصه، البهارات، كله. هنستنى بس عليه دقيقتين يشرب الميه اللي فيه دي، ونطفي عليه ونقلبه بقى في الطبق ده. ويلا بقى كله معانا، دوق احلى محشي واحلى كباب حله. بصوا اهو، تحفه 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 ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوه، تحفه. الريحه خيال خيال يا جماعه. حطوا اللحمه كده اهي، واليخني وكله كله كله كده ما شاء الله اهو. اللحمه زبده بصوا، مش مستحمله الشوكه يا جماعه. وبألف هنا وشفا يا قلبي. بصوا تحفه، اللحمه زبده اهو. حبه محشي بقى، ولا قبلهم ولا بعدهم. بصوا هتاكلوا وتدعوا لي. يا سلام على الصوص بتاع اللحمه لما ينزل على المحشي كده، مش قادره اوصف لكم. بصوا الجمال والحلاوه اهو اهو. يلا الصينيه بقى كده تروح على السفره، او على الترابيزه، او على الارض، او على الطبليه. بصوا اي حاجه اهي. وتاكلوا بقى، هتاخدوا حبه المحشي وحته حبه الصوص دول. بصوا حبه الصوص دول، بصوا يا لهوي، دول بقى اللي في حته تانية خالص. الف هنا وشفا.
يا جماله يا حركاته. بصوا يا حبايبي بألف هنا وشفا. بصوا اللحمة، بصوا اللحمة دايبة، بصوا دايبة دايبة. المحشي حكاية. بألف هنا وشفا يا حبايبي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في لايك وشير. اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. الصوص ده هنحطه جنب المحشي وهتفكروا ان انا هرميه. لايك حلو وتعليق حلو منكم. قولوا لي ايه رأيكم في صينية المحشي دي. خيال يا جماعة، خيال. بألف هنا وشفا حبايب قلبي.